بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. معكم عبد الرحمن طلبه، استاذ تاريخ وجغرافيا. حبايبي تانية اعدادي، باذن الله تعالى هنكمل بقى النهارده الدرس الثاني في الوحده الثانيه وهو درس الصناعه والتجاره. يلا بينا. اول بقى جزئيه عندك اللي هو الصناعه في الوطن العربي. مديلك مقدمه بيقول لك ان الصناعه في الوطن العربي شهدت تطور بعد استقلال الدول العربيه في خلال القرن العشرين. يبقى خلي بالك الصناعه قبل القرن العشرين كانت متاخره بسبب الاستعمار الاوروبي. يبقى اذا لما خدنا الاستقلال بتاعنا الصناعه تطورت. طب الصناعه ليه تطورت؟ قال لك لسد حاجه السكان وزياده الدخل القومي. طب الصناعه بقى عشان تتوفر محتاجه مقومات اللي هي المقومات الطبيعيه والمقومات البشريه. العوامل الطبيعيه زي مصادر الطاقه والماده الخام. طبعا انت عارف مصادر الطاقه الدرس قبل منه اللي هو مصادر الطاقه المتجدده والغير المتجدده. اما الماده الخام بتكون زراعيه ومعدنيه وحيوانيه. نيجي بقى للعوامل البشريه ممثله في السوق، وسائل النقل، والايدي العامله وراس المال. طب هل الصناعه مهمه؟ طبعا مهمه، زي الزراعه وزي الثروه السمكيه والحيوانيه والمعادن ومصادر الطاقه. قال لك اهميه الصناعه بتسد احتياجات السكان من المواد المختلفه. طب المتبقي بقى بنصدره وده يؤدي الى زياده الدخل القومي. دي تاني اهميه. قال لك الدخل القومي ده اللي هو مجموع الدخول من الدوله اللي بيتلم عن طريق القطاعات المختلفه خلال سنه، يعني الفلوس اللي بتتلم من المؤسسات الحكوميه اللي موجوده في الدوله خلال عام. ثالث اهميه بتزود قيمه الماده الخام من خلال التصنيع. خلي بالك عندي حاجه اسمها الماده الخام والماده المصنعه. طبعا الماده المصنعه بتكون اغلى من الماده الخام لما اجي ابيعها. اخرا بقى بتوفر فرص عمل للشباب عن طريق المصانع اللي بيتم انشائها. طب الصناعات عندي بقى بتقسم الى نوعين، صناعات استخراجيه او تعدينيه وصناعات تحويليه. خلي بالك بقى الصناعه قال لك بتساهم بحوالي 48.8% من الناتج القومي بالنسبه للوطن العربي. معنى كده ان الصناعه بتساهم بحوالي 50% من الناتج القومي بالنسبه للوطن العربي. عندي بقى الصناعه الاستخراجيه او التعدينيه اللي هي استخراج البترول، الغاز، الحديد، الفوسفات، المنجنيز. خلي بالك الصناعه دي لوحدها بتساهم بحوالي 40% من الناتج القومي. الكلام ده سنه 2011. معنى كده احنا بنعتمد اعتماد كلي على الصناعات الاستخراجيه. اما التحويليه بقى اللي هي الصناعات الغذائيه، البتروكيماويات، تجميع السيارات والغزل والنسيج. خلي بالك وهنا مدي لك خريطه لاهم الصناعات التحويليه. هتلاقي في الخريطه عندك في المفتاح في صناعات الحديد والصلب، اسمنت، سكر، حلق قطن، الالومنيوم، الاغذيه، التكرير. هتلاقي اكثر دوله عندها صناعات تحويليه مثلا زي مصر، دوله زي المغرب مثلا. الدول بقى اللي هي القليله قوي في الصناعات مثلا موريتانيا، الجزائر مش قوي يعني برضو من الدول القليله. جيبوتي ما عندهاش صناعات خالص. خلي بالك ايه بقى المشكلات اللي بتواجه الصناعه بالنسبه للوطن العربي؟ قال لك اول حاجه بنركز على الصناعات الاستخراجيه اللي هي الصناعات الملوثه للبيئه، زي ما قلت لك تحت هي بتساهم بحوالي 40%. تاني مشكله عندك هي تشابه الكثير من الصناعات، يعني مثلا مصر بتصنع زي ليبيا فمش هيحدث تكامل. ثالثا بقى انخفاض المستوى العلمي للعماله اللي هي موجوده عندك، يعني العماله عندك مش قويه. اخر حاجه بقى ان احنا بنعتمد على استيراد الالات اللي هي بتصنع او مستلزمات الانتاج، يعني الحاجات المفروض بنصنع بيها احنا بنجيبها من بره. نيجي بقى لتاني جزء عندك وهو التجاره. طبعا التجاره هنا طبعا هي عمليه البيع والشراء. انا عندي بالنسبه للتجاره في حاجه اسمها الصادرات والواردات. الصادرات هي السلع والمنتجات اللي احنا بنبيعها للدول الثانيه، اما الواردات هي برضه السلع والمنتجات بس اللي احنا بنشتريها. خلي بالك الصادرات والواردات الشبه بينها هي السلع والمنتجات، بقى الاختلاف ان دي ببيعها ودي بشتريها. عندك بقى الصادرات بنصدر بترول، غاز طبيعي، فوسفات، محاصيل زراعيه زي الخضروات والفاكهه والارز، اسماك، منسوجات، صمغ عربي، ادويه واسمنت والادوات الكهربائيه. اما بقى الواردات قال لك هي عباره عن مستلزمات الانتاج زي الالات ومعدات النقل الثقيله. عندك المواد الغذائيه زي القمح والزيوت، يبقى احنا بنصدر ارز وبنستورد قمح. عندك الادويه والعطور والملابس والطائرات والسفن والسيارات والالكترونيه زي اجهزه الكمبيوتر. يبقى خلي بالك في حاجه مشتركه ما بين الصادرات والواردات هي برضو الادويه مشترك هنا وهنا. خلي بالك هو مدي لك رسم بياني اللي هو الواردات العربيه البينيه اللي هي ما بين الدول الوطن العربي، والواردات العربيه من الدول الخارجيه اللي هي مثلا زي دول الاتحاد الاوروبي، اليابان، الولايات المتحده والصين. هتلاقي ان حجم الواردات من الدول دي مرتفع جدا. هتلاقي ان حجم الواردات حوالي 432.2 مليار، وطبعا الرقم ده كبير قوي مقارنه بالنسبه للواردات العربيه اللي هي البينيه حوالي 65 مليار. خلي بالك هو قال لك حجم الواردات بين الدول العربيه قال لك منخفض ولا يزيد عن 12% من جمله التجاره الخارجيه العربيه، يعني التجاره اللي بتتم بين الدول العربيه قليله 12% بس. قال لك بالرغم ان احنا عاملين اتفاقيه اسمها منطقه التجاره الحره، المفروض الاتفاقيه ديت بتقلل التعريفه الجمركيه، برغم كده ما بنتاجرش مع بعض. ايه بقى المشكله اللي بتواجه التجاره بين الدول العربيه؟ قال لك اولا تشابه المنتجات الزراعيه والصناعيه، يعني المنتجات اللي احنا اصلا المفروض نتبادل فيها هي شبه بعض. اثنين وجود مشكلات فنيه وتعدد مواصفات المنتج الواحد في الدول العربيه، يعني المنتج مواصفاته قليله او ضئيله. ثلاثة وجود مشكلات إدارية تتعلق بالروتين وإجراءات النقل، يعني الموظف اللي هو المفروض يسهل عليك الأمر لا بيعقد الأمر وفي روتين. أربعة بقى
منافسه السلع الاجنبيه للسلع العربيه، يعني السلع الاجنبيه بتكون افضل من السلع العربيه، فبالتالي المواطن بيشتري الاجنبي. طبعا كل الكلام ده اثر بالسلب على العلاقات التجاريه العربيه، مما ادى الى الدول العربيه ارتباطها بالتجمعات الغير عربيه اكتر من ارتباطها بالتجمعات العربيه. طب نحل المشكله دي ازاي؟ قال لك اولا ان انا اهتم بالتعليم ورفع مستوى الخريجين، اثنين اتجنب التكرار والتشابه بين المنتجات، ثلاثه حريه تنقل الافراد ورؤوس الاموال اللي هي بيسموها السوق العربيه المشتركه، اخيرا بقى اتغلب على المشكلات الفنيه والاداريه. وكده الدرس بتاعي خلص، اشوفكم بقى الدرس الجاي مع السياحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.